خلينا نتخيل مع بعض المشهد ده. قاعدة في انترفيو لشغل بتحلمي بيه وبقالك كتير قوي بتقدمي، والاتش ار بيسألك سؤال تقليدي جدا: ايه هي نقاط قوتك وايه هي نقاط ضعفك؟ فجأة تحسي ان انتي عرقتي وان انتي سرحتي وان انتي مش عارفة تجاوبي السؤال ده، لان انتي بجد مش عارفة ايه هي. لا عارفة انتي شاطرة في ايه، ولا عارفة انتي محتاجة تشتغلي على ايه، ولا عارفة اصلا انتي بتحبي ايه. طب بلاش دي. تخيلي ان انتي متضايقة من حاجة وصاحبتك بتقولك مالك زعلانة ليه، فتلاقي نفسك بتعيطي ومنهارة وتقولي انا مش عارفة انا زعلانة ليه، انا بس مودي قفل ومش عارفة انا ايه اللي مضايقني بجد. دايما حاسة بفراغ جواكي، ودايما حاسة ان انتي empty وان انتي out of place وان انتي outsider، انتي مش عارفة، مش حاسة ان انتي مع الناس اللي انتي بتحبيهم او الناس دول شبهك. بتجلدي نفسك 24 ساعة. فتفتكري العيب فيكي ولا في ايه؟ عشان نعرف إجابة السؤال ده محتاجين نرجع لورا شوية، نرجع لحاجة في الطفولة. في اسم تقيل قوي كده، اسم علمي شوية، اسمه الإهمال العاطفي، أو زي ما بنقول childhood emotional neglect. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. يعني ايه إهمال عاطفي؟ ببساطة كده، مش معناه ان اهلك ما ياكلكيش او ما يخرجوكيش او ما تاكليش احسن اكل او ما تلبسيش احسن لبس، لا خالص. هما قدموا رعاية مادية كويس جدا، بس تعاملوا مع مشاعرك وعواطفك ان هي مش مهمة او مبالغ فيها، او دلع بنات وتفاهة، او دراما، او زي ما كان دلوقتي بتقولك ان انتي دراما كوين. ساعات الإهمال ده بيكون مقصود، وساعات تانية بيكون قلة انتباه من الأهل، أو هما فعلا مش عارفين. هما مش عارفين يتصرفوا ازاي مع طفل بيعيط، طفل مشاعره على طول مذبذبة، طفل طول النهار منطوي. هما فعلا مش عارفين، هما مش قاصدين ان هما يهملوا. نرجع نسأل هما ليه مش عارفين. غالبا الأبهات دول أو الوالدين دول، سواء ده أو ده، البارنتس دول مش عارفين عشان هم عانوا من نفس التجربة وهم صغيرين. ما طلعش عندهم كتالوج يتعاملوا بيه مع مشاعرك. او ممكن نرجع كمان ان هم، مش عايزة اقول ما اشتغلوش على نفسهم من الحتة دي، لان احنا بنتكلم في اجيال مختلفة تماما. ممكن يكونوا مروا بظروف قاسية جدا وقت طفولتهم، وده زي مرض، حالة وفاة، طلاق، خسارة حاجة معينة، فما بقاش عندهم طاقة نفسية ان هم يدوهالك. طيب خليني أفكرك بحاجة كده. فاكرة الموقف ده لما صاحبتك الأنتيم نقلت مدرسة تانية ورجعتي البيت بتعيطي ومنهارة، وكان رد الفعل: وقفي بقى، بطلي دراما، الموضوع مش سيء قوي كده، الموضوع تمام، هتتقابلوا تاني، هتتكلموا. انتي ليه منكدة على البيت كله؟ انتي الموضوع فعلا مش مستاهل الزعل ده كله. في اللحظة دي عقلك الصغير ترجم الجمل دي إن هي مشاعر تافهة، احتياجاتي مش مهمة، أنا دايما بكبر المواضيع، أنا ما باخدش المواضيع بطريقة هادية، أنا فعلا يمكن أكون دراما كوين، أنا بكبر كل حاجة. ومن يوميها بطلتي تطلبي دعم من حد وقفلت الباب. طيب خليني أقولك على كام علامة فارقة كده تحدد هل انت فعلا ضحية للإهمال العاطفي ده، ولا انت عادي كأي طفل عدى بشوية ظروف سيئة، أو البارنتس بتوعك جامدين شوية. أول حاجة، هل بيجيلك فوبيا كده من فكرة الاعتماد على حد؟ يعني بتموتي ولا انت تطلبي مساعدة من مخلوق وبتشوفي الدعم ده ضعف؟ طيب، هل انت عندك جلاد داخلي، جلد ذات متواصل لا يتوقف، واحترامك لنفسك في الأرض؟ بلاش دي. هل عندك إحساس بالذنب مستمر، بتحسي بذنب أو خجل لمجرد إن أنت عندك مشاعر أو احتياجات طبيعية جدا؟ طيب، بتعملي إيه مع الاستسلام بحاجة معينة؟ هل أنت عندك perseverance و consistency لما بتبقي في مخك حاجة معينة وعايزة تعمليها؟ هل انتي بتتوتري بسرعة جدا ومش عايزة تحلي الموضوع لان الموضوع بيجيب لك anxiety، فبتسيبي الموضوع ككل ما بتشتغليش عليه؟ بلاش. هل عندك حساسية مفرطة من الرفض؟ لو حد اعتذر لك عن ميعاد، عن خروجه، او مثلا في العلاقات بتحسي بإهانة شديدة لو حد rejected you؟
هل لو حد رفضك او رفض حاجة معينة انتي بتعمليها بتحسي ان انتي ككل غير مرغوب فيكي بالمرة؟ خليني اخدك كده لتسلسل زمني عشان تعرفي الحالة اللي انتي وصلت لها دي وصلت لها من امتى. واحنا صغيرين الإهمال ده بيبدأ من إن هو يظهر في حالة قلق، اكتئاب، عدوانية شديدة، تأخر في ممكن تأخر في النمو، ابتعاد عن صحاب، حد انطوائي جدا. ده واحنا صغيرين. لما كبرنا شوية بقينا في فترة المراهقة الموضوع بيتطور شوية وبيبدأ في حالة من اضطرابات نفسية، زي مثلا اللي هو باي بولر اللي هو ثنائي القطب، أو for example PTSD اللي هو الصدمات ما بعد الصدمة أو الاضطرابات ما بعد الصدمة، تدهور في الدراسة شنيع. لما بقينا كبرنا شوية الموضوع بقى ان احنا حاسين بفراغ من جوه، عندك anger issues مش طبيعية، دايما الناس بتقولك ان انتي حد عصبي موت، صعوبة رهيبة في الثقة بالآخرين وبالنفس كمان، والهروب من أي حاجة علاقة حميمية أو relationship عشان احنا خايفين ان حد هيسيبنا أو خايفين من الخذلان ككل. لو انا عايزه اديكي روشتة تعافي وازاي نحاول نعالج البنت الصغيره اللي اتوجعت دي، خلينا نقسمها ل3 خطوات، والخطوات دول هتبقى ان شاء الله بسيطه. قبل ما اقولك على الستبس او الخطوات دي خليني افكرك ان البودكاست دي عباره عن اراء شخصيه قد تتفقي او تختلفي معاها، بس هي عباره عن دراسات انا عملتها او حاجات قريتها او حاجات انا عديت بيها وبنقلك تجاربي. أول خطوة عشان نحاول نعالج أو نقلل من حدة الموضوع إن إحنا نعترف في الأول إن في أصلا مشكلة، إن إحنا نتعلم إن إحنا نتعرف على مشاعرنا. يعني مثلا إحنا ناخد بالنا كويس قوي إحنا بنحب ناكل إيه، مين الناس اللي لما بنخرج معاهم نفسيتنا من جوه بنبقى كويسين وبنرجع بطاقة very positive، بيدينا positive vibes positive attitude. اوكي، مين الناس اللي لو نزلنا معاهم بنرجع مستنزفين. في سنة من السنين كان عندي واحدة صاحبتي، على فكرة هي بنوتة جميلة جدا وأنا لحد دلوقتي بحبها، بس مشكلتها إني هي دايما محتاجة حد يحتويها. فإن انتي تحتوي حد محتاجة إن انتي الأول إن انتي تبقي كويسة عشان تعرفي تحتوي الآخرين، وما يبقاش كل مرة. يعني لو نزلنا مرة يبقى حاجة for fun، لو المرة اللي بعديها ممكن اسمعك، لكن ما يبقاش ان ده روتين. كل ما ننزل لازم اديكي نسبة مش قليلة خالص من الاحتواء ومن ان انا اسمعك وان انا احللك مشاكلك ويبقى في negative energy و negative vibes all the time. دي حاجة مش صحية تماما. فانت لازم تلاحظي مين الناس اللي بتفيليو positive energy ومين الناس اللي غصب عنهم عشان هم اصلا محتاجين يشتغلوا على نفسهم الاول بيدوكي طاقة حزينة جدا. لو انت محتاجة حد يسمعك، مين الناس اللي لو انت رحت لهم هيسمعوكي وفعلا هيدوكي positive pieces of advice وفعلا هيفرقوا معاكي. لو راجعة من الشغل تعبانة، هل عندك مساحة ان انت تقولي للناس اللي حواليكي انا محتاجة ساعة اقعد لوحدي، انا مش متضايقة انا بس عايزة افصل؟ ولا الناس اللي حواليكي بيسببولك توتر من نوع معين؟ بعد ما تتعرفي على نفسك وتتعرفي على احتياجاتك وتتعرفي على الحاجات اللي انتي محتاجاها او الناس اللي هم بيسببولك طاقة كويسة، محتاجة بعد ما تعرفي على احتياجاتك دي ان انتي تفويس الاحتياجات دي. يعني ايه تفويس؟ يعني ان انتي تتكلمي وتعبري عنها. دي حاجة مش حاجة ان انتي تخجلي منها، ولا حاجة ان انتي تبقي مش عايزة تقوليها للناس تاخدها ضدك خالص. يبقى احنا عندنا ان احنا نتعرف احنا عايزين ايه اصلا، ان احنا نفويس احتياجاتنا دي. وتالت حاجة ان انتي لو محتاجة therapist بليز روحي اطلبي مساعدة من حد بروفيشنال، وما تخجليش ان انت تقولي انا بروح لثيرابيست. دي مش حاجة تعيب اي حد خالص، والسوسايتي ده لو لسه ماشي بمنهجية ان لو حد قال انا بروح لدكتور نفسي دي هتبقى نيجاتيف في حقه،
محتاج السوسايتي ده يتغير. ولو الناس اللي حواليكي، لو انت قلت لهم ان انت بتروحي لثيرابيست او سايكولوجيست خدوا ده ضدك، يبقى انت محتاجة تغيري الناس اللي حواليكي دول. في النهاية عايزة أقولك إن مشاعرك دي مش دراماتيك، انتي مش دراما كوين، واحتياجاتك مش حاجة تافهة خالص. والبنت الصغيرة اللي جواكي دي ما كانش ليها ذنب خالص ان هي ما لقيتش حد يفهمها، بس انتي دورك ان انتي تعالجيها، وان انتي تقفي معاها، وان انتي تحبيها، وان انتي ما تحملهاش ذنب مش ذنبها لحد دلوقتي. فممكن تدي نفسك حضن كبير جدا. ولو وصلت لحد هنا فشكرا جدا ان انتي سمعتيني، ومستنية رأيك في الكومنتس، وبليز اعملي لايك وسبسكرايب، وعشان نعرف نتكلم اكتر مع بعض في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.